أرخص سيارة يمتلكها لاعب كرة قدم هي لديفيد جيمس، والتي تتميز بتصميمها الغريب وصوت الحيوانات. أما نيمار فهو يمتلك سيارة مثيرة للإعجاب، حيث خصص شاحنة سايبر تراك برمز بومة برتقالية استخدمها لأغراض ترفيهية، مما جعلها فريدة من نوعها. في حين أن أوباميانغ يملك سيارة رونج روفر مطلية بالذهب، مما يبرز أسلوب حياته الفاخر. تقدر قيمة هذه السيارة بحوالي 150 ألف دولار. ومع ذلك واجه ماريو الكثير من الجدل بسبب سيارته، حيث تلقى العديد من المخالفات المرورية، مما أصبح حديث الجميع وأدى إلى مشكلات مع المعجبين. من جهة أخرى قام ديفيد بيكهام بتخصيص سيارته بلون أسود وميزات فريدة مثل الأبواب الانتحارية، مما جعل سيارته مميزة وسريعة بشكل لا يصدق. ولم يكتف أوباميانغ بذلك، بل قام أيضا بتعديل سيارته لتكون لامعة وجذابة، مما يجعلها تبرز في الشارع. تعكس هذه التخصيصات شخصية اللاعبين الفريدة. على صعيد آخر، تعرض بولينيو لحادث مروع أثناء قيادته لسيارته ماكلارين السريعة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل، لكن لحسن حظه نجا من الحادث. أما ماركوس راشفورد فيمتلك سيارة رولز رويس خاصة بتصميم فريد، مما يعكس ذوقه الرفيع في السيارات الفاخرة. وعلاوة على ذلك يمتلك سالي موناري سيارة مرسيدس فريدة ب6 عجلات قادرة على تسلق الجبال والقيادة على الماء، مما يبرز مدى تميز سياراته. تبلغ قيمة سيارة كريستيانو رونالدو $1,000,000، وتتميز بتصميم يشبه القرش، مما يرمز إلى السرعة والأداء العالي. تتمتع بأداء مذهل، تصل سرعتها إلى 200 ميلا في الساعة. بالإضافة إلى ذلك تعتبر سيارة ليونيل ميسي التي تصل قيمتها إلى $1.6 مليون غير قانونية في الولايات المتحدة بسبب سرعتها المثيرة. تصميمها الفريد يجعلها تشبه الروبوتات. يمتلك إيرلينغ هالاند سيارة فيراري مونزا التي تكلفت $2 مليون، وتتميز بمحرك قوي جدا، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات في العالم. تعتبر سيارة فيراري أنزو الخاصة بجون تيري واحدة من أندر السيارات، حيث تقدر قيمتها ب$2.2 مليون، وتعكس ذوقه الفريد في السيارات الكلاسيكية. يظهر أوباميانغ في الفيديو مع سيارة لافيراري هولوجرافية، والتي تصل قيمتها إلى $2.3 مليون، مما يدل على تفضيل اللاعبين للسيارات الغريبة والفريدة. يمتلك بنزيمة سيارة بوغاتي رائعة تقدر ب$3 ملايين، حيث تعتبر هذه السيارة رمزا للأداء الفائق، وتعكس أسلوب حياة اللاعبين الفاخر. ويدفع رونالدو الأمور إلى مستويات جديدة، حيث يمتلك سيارة بوجاتي نادرة تتجاوز تكلفتها $10 ملايين، وهي واحدة من 10 سيارات فقط في العالم، مما يجعل سرعتها مذهلة وتتفوق على الطائرات. على الصعيد الشخصي يمتلك مروان كاردي سيارة رولز رويس فريدة بتصميم يغلب عليه اللون الأزرق، وتتميز بإمكانية تحويلها إلى قارب صغير بتكلفة تقدر ب$28 مليون. أخيرا حاول ميسي شراء سيارة أحلامه، وهي فيراري سبايدر عام 1957 التي اشتراها بمبلغ $35 مليون بعد منافسة شرسة مع رونالدو، مما يعكس ذوقه الفريد في السيارات.